هلا شباب. اليوم راح نسوي وحدة من أطيب الشوربات اللي أني مجربها. هي شوربة الطماطة. نقطع الطماطة شوية ونجيب فلفل وأيضا نقطعها قطع كبار، وأني ضفت جزراية وبصلاية وأضيفها كلها بتبسي مال الفرن. أضيف الخضار كلها مرة واحدة وضفت راس ثوم بدون تقشير، وأضيف فلفل أسود وملح طبعا حسب الرغبة، وضفت أيضا شوية ريحان وكمية زينة من زيت الزيتون، لأن هو هذا يخلي الخضرة تتكرمل وينطيها نكهة كلش طيبة، هواية أطيب من مجرد نسلق الخضرة بالماء. وأشويها بالفرن لمدة 30 دقيقة. وأول شي أضرب الجزر بالخلاط على مود يصير شوية ناعم. بعدين أضيف بقية الخضار، البصل، الفلفل، الطماطة، ولا تنسون طبعا هذا زيت الزيتون اللي مليان نكهات وينطينا نكهة كلش طيبة. ونضربها بالخلاط إلى أن تصير كلش ناعمة. إذا حبيتوا الفيديو أتمنى تسوون لايك وتشتركون بالقناة، لأن هذا كلش يدعم القناة. وأضيف الخليط على قدر على نار متوسطة، وأبدي أحرك الشوربة إلى أن تبدي تغلي أو تحمى. من يبدي يطلع منها بخار أنص النار وأضيف كوب من كريمة الطبخ. إذا ما تحبون تضيفون كريمة that's fine، تقدرون تستغنون عن هذه الخطوة، بس هو ينطيها نكهة مميزة. ونحركها في دقيقتين 3 إلى أن كل المواد تتجانس وتصير شوربة كلش مميزة وكلش طيبة. فعلا أنصحكم تجربوها، لأن شوربة كلش خفيفة وبيها نكهة كلش طيبة. نقدر نزينها شوية كريمة وهاي ريحان وتاكلها بالخبز اللي أنت تحبه، وألف عافية.